السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي وأعزائي طلاب الثانوية العامة 2026. مرحبا بكم في المحاضرة الثانية من الكورس التأسيسي للثانوية العامة. عايزك تجهز كده يا بطل وتكون مركز الفترة دي معايا، لأن المحاضرة دي أشد وأتقل من المحاضرة اللي فاتت. تمام؟ قبل ما نبدأ كده يلا آية الكرسي والمعوذتين. طيب يا بطل، المرة الماضية وقفنا عند الريدنج والسبيلنج سكيلز. طيب، ازاي تقرأ صح وازاي كمان تكتب وتحفظ الإملاء صح. لو لسه ما فرمتش المحاضرة دي روح افرمها وتعالى، انا هنا ايه هتلاقيني مستنيك. طيب، عندي بعد كده الجزء اللي هناخده النهارده وهو ال parts of speech، أجزاء الكلام. يعني ايه أجزاء الكلام؟ يعني أنواع الكلمات، هل الكلمة دي اسم ولا فعل ولا صفة ولا حال. اوكي. طيب، عندي برضو كمان هناخد جزء معانا النهارده اللي هو ال types of sentence، أنواع الجمل. طيب، وعندنا التنسز وكمان الريجولار فيربس، وده هيكون موضوع المحاضرة الجاية إن شاء الله. هنفرم التنسز وكمان الريجولار فيربس، الأفعال الغير منتظمة. طيب، وعندنا آخر محاضرة هتكون بعنوان السافكس اند بريفكس، وكمان هتكون معانا السينونيمز والانتونيمز اللي بيحيروك دايما في الثانوية العامة. مش عايزك تقلق خالص لأن الكورس ده شافي وافي إن شاء الله. طيب، عندي ال parts of speech، أجزاء الكلام، وده عندي زي النون الاسم. تمام، والاسم ده قد يكون proper noun، قد يكون common noun، قد يكون countable أو uncountable nouns. بعد كده عندي ال pronoun الضمير، وعندي هنا الضمائر زي ال subject pronoun ضمائر الفاعل، وعندي برضو ال object pronoun ضمائر المفعول، وال possessive pronouns ضمائر الملكية، وكمان عندي ال reflexive pronoun، وعندي كمان ال relative pronouns. طيب، عندي بعد كده الفيرب الفعل، والفعل هناخده الفعل ليه انواع كتيره جدا جدا. احنا ان شاء الله هنركز على ثلاثه النهارده بس، اللي هو الاكشن فيرب والستيتيف فيرب وكمان الهيلبنج او الاوكسيلاري فيرب. طيب، عندي الادجكتيف الصفه. تمام، وكمان عندي الادفيرب. تمام، الادجكتيف الصفه، والصفه دي بتوصف ايه؟ الاسم. تمام، وتاتي قبله او ممكن تاتي بعد فيرب تو بي او بعض الافعال الرابطه. تمام، وعندي الادفيرب. تمام، وده بيوصف مين؟ الفعل، يبقى الظرف او الحال. عندي الادفيرب ده بيساوي عندنا الحاجتين في العربي اللي هو الظرف وكمان الايه؟ الحال، وده هنا بيوصف مين؟ الفعل. بعد كده عندنا البريبوزيشن، حرف الايه؟ الجر، زي in on at، وكمان عندك for with. عندي الارتكلز. تمام، الادوات، وهنا عندي ادوات النكره والمعرفه، الديفينيت والانديفينيت ايه؟ ارتكلز زي الاي والان، وكمان عندي الذات. طيب، نبدأ بأول حاجة كده معانا ألا وهي الناونز الأسماء. طيب، عندي التايبز اوف ناونز أنواع الأسماء، وقلنا إيه؟ زي ما قلنا البروبر، أول حاجة معانا البروبر ناونز، والاسم العلم. الاسم العلم قلت لك قد يكون اسم شخص زي مين؟ زي علي. تمام، وكمان عندي جنى. تمام، وقد يكون برضو اسم مين؟ اسم مكان زي كايرو وإيجيبت. وده البروبر ناون. يبقى البروبر ناون ده قد يكون اسم ايه؟ اسم شخص او اسم ايه؟ او اسم مكان. طيب، عندي بعد كده يا مستر عندي الكومن ناون. الكومن ناونز اللي هو الاسم العام. الاسم العام وده زي ايه يا مستر؟ زي مثلا كلمة تشير اسم عام. تمام، بقوله كلمة تشير، كلمة بوك. تمام، كلمة تيبل، كل دي ايه؟ دي اسماء ايه؟ عامة. تمام. طيب، كل دي اسماء عامه. طيب، عندي بعد كده الكونكريت ناونز، الاسم المادي. الاسم المادي جاي من اسمه، اسم الماده، زي مثلا عندك كلمه جلاس. تمام، بترمز ايه؟ جلاس للزجاج. عندك برضو كلمه جولد، الذهب. تمام، هنا دي ايه؟ اسم للماده. طيب، عندي بعد كده الابستراكت ناونز. الابستراكت ناونز الاسم المجرد. تمام، والاسم المجرد عندك كلمه love. تمام، اللي هو الحب. عندك كلمه courage، الشجاعة، وكمان عندك كلمة freedom. تمام، كل دي ايه؟ كل دي ايه؟ abstract nouns. تمام، عندك برضو كلمة beauty اللي هو الجمال. كل دي abstract nouns، ما اقدرش امسكها بايدي. تمام، بنحسها فقط. تمام، عندي بعد كده ال countable nouns. ال countable nouns الاسماء التي تعد، اللي اقدر اقول ده واحد واثنين وثلاثة
و10 و20. تمام. والكاونتابل ناونز الاسماء التي تعد دايما بتكون دايما بياتي قبلها يا اما الاي او الان او الذا. تمام. او قد تكون جمع. تمام. وعندي هنا ال uncountable nouns. تمام. مثلا هنا مثال على ال countable nouns فاقول a cat. a cat قطة واحدة. تمام. طيب. او اقول مثلا a pen قلم واحد. فهنا ايه اقدر اعد اقول ايه اقدر اعده وكمان اقدر اجمعه فاقول مثلا هنا cats. هنا جمعته واقول برضو ايه pens. ففي الحالتين هنا ايه خليته مفرد وخليته جمع. فده كده الكاونتابل ناونز. طيب عندي الانكاونتابل ناونز ما اقدرش اعده. عندي مثلا زي كلمه تي الشاي. تمام. وعندي كمان كلمه كوفي القهوه. تمام. وهكذا. طيب ده بالنسبة للناونز. يبقى الناونز عندي منه ايه اسماء قلناهم عندنا 6 اشياء زي البروبر ناونز اسم العلم. تمام. الكومن ناونز الاسم العام بصفة عامة يعني بتكلم بصفة عامة. الكونكريت ناونز الاسم المادي. الابستراكت ناونز وده الاسم المجرد. الكاونتابل ناونز الاسم المعدود. والانكاونتابل ناونز الاسم الايه الغير ايه معدود. طيب ده بالنسبة للناونز. طيب عندي بعد كده البروناون الضمير. والضمائر هنا بتنقسم ل4 أشياء: subject pronouns ضمائر الفاعل. تمام. و object pronouns ضمائر المفعول. وعندي ال possessive pronouns ضمائر الملكية ودي بتنقسم لشيئين: possessive pronouns وكمان possessive adjectives ضمائر الايه الملكية. وكمان بتنقسم إلى صفات الملكية. بعد كده عندي الريفلكسيف بروناونز وهي الضمائر الانعكاسية. وتعالى نبدأ مع أول حاجة الإيه السبجكت بروناونز ضمائر الإيه الفاعل ودي اللي عارفينهم من كيجي. تمام. إيه هي ضمائر الفاعل اللي هي الآي واليو وكمان عندي الوي وكمان عندي الزي يا مستر. مستر أنت بتديني الحاجات دي ليه؟ وكمان عندي الهي والشي وكمان الإيه الإت. دي كلها إيه اسمها subject ايه pronouns ضمائر فاعل. طيب ال7 ضمائر دول يا مستر انا اعمل بهم ايه؟ هقول لك التركية بتاعتهم دول دلوقتي. الايه السبجكت pronouns دول ياتوا قبل الفعل في بداية الجملة. لازم قبل الفعل وفين وفي بداية الجملة. طيب بعض الامثلة she went to the market. فهنا عندي she ده ايه اقول ده عليه subject pronouns. طيب هنا they are watching TV. they are watching TV. طيب هنا عندي الزي دي هنا ايه subject pronouns. طيب مستر ما انا عارف الحاجات دي باخدها تاني ليه؟ بص انا لو قلت لك I know a doctor. تمام. هل انا عارف كلمة دكتور ده هل انا عارف هو مذكر ولا مؤنث؟ لا انا مش عارف مذكر ولا مؤنث. يبقى عند عدم معرفة الشخص عند عدم معرفة مين الشخص مذكر او مؤنث يبقى هستخدم they. يبقى هستخدم ايه they. مثال اقول هنا the teacher explained the lesson very well. المدرس شرح الدرس ايه كويس جدا. هل هنا انا عارف المدرس اللي شرح الدرس ده هل هو مس ولا مستر؟ لا انا مش عارف هنا يا مستر. تمام. طالما انا مش عارف يبقى استخدم زي او زي explained the lesson very well. طب لو عارف يبقى استخدم ايه شيء يدل. يبقى انا لو عرفت التيتشر مذكر او مؤنث استخدمه. لو عرفت انه مذكر استخدم هي. عرفت انه مؤنث استخدم شيء. ما عرفتش استخدم they زي الجملة اللي انا ايه كاتبها قدامك دي كده. طيب ده بالنسبة للسبجكت مين pronouns. طيب عندنا بعد كده الاوبجكت بروناونز. الاوبجكت بروناونز ودي من الاي بتبقى مي ومن اليو تبقى كما هي يو. طيب من الوي بتبقى اس. طيب من الزي بتبقى them. طيب من الهي بتبقى him. طيب من الشي بتبقى her. طيب من الات تبقى كما هي ايه ات. يبقى عندي اليو في الفاعل والمفعول يبقى كما هما. افرق ازاي يا مستر؟ احنا قلنا السبجكت بروناونز تأتي قبل الفعل في بداية مين الجملة. طيب عندي الاوبجكت بروناونز يا مستر دي تأتي بعد الفعل او بعد حرف الجر. يبقى عندك مكانين للاوبجكت ايه الاوبجكتيف بروناونز يا اما بعد الفعل يا اما بعد حرف الايه الجر. تمام. ناخد مثال هنا كده the teacher called him. called ايه him. فهنا called ده المدرس نادى عليه.
تمام. كلمة called دي فعل verb، فجاء بعده مين؟ ضمير المفعول. قلت the teacher called him. طيب مثال بقى، the teacher هنا انا عارف التيتشر اللي نادى عليه؟ لا يا مستر. يبقى the teacher دي استبدلها بمين؟ بهي ولا بشي ولا بزي؟ سامعك اللي بتقول هي. سامعك اللي بتقولي شي. هي لا هي ولا شي، هي بستبدلها بمين؟ بذي، لان انا مش عارف مين المدرس. اوكي. طيب لو عرفت يبقى احط ايه على حسب المعرفه اللي انا عارفها. طيب مثال تاني، علي is talking to me. هنا ده حرف الجر to بمعنى الى، جاء بعديه ضمير مين؟ المفعول. يبقى تاني كده على السريع، ضمائر الفاعل تاتي في بدايه الايه؟ الجمله. طيب ضمائر المفعول تاتي بعد الفعل او حرف الجر. طيب الملحوظه اللي قلناها، لو انا مش عارف الايه النوع اللي قدامي اللي بيكلمني، او انا مش عارف الشخص اللي بيتكلم، يبقى استخدم دي. عرفت الشخص اللي بيتكلم استخدم هي او شي. تمام. عرفت ازاي احدد ما بين اليو والات كضمائر فاعل او مفعول؟ قلت لو ايه في بداية الجملة وقبل الفعل يبقى دي فاعل، طيب بعد فعل او حرف جر يبقى دي مفعول. طيب عندي بعد كده البوسيسيف بروناونز. البوسيسيف بروناونز ضمائر الملكيه، ودي بتنقسم لبوسيسيف ادجكتيفز. البوسيسيف ادجكتيفز اللي هي صفات الملكيه، ودي لازم 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 ياتي بعدها الاسم اللي انا همتلكه. طيب وعندي البوسيسيف بروناونز على اسمها. بوسيسيف بروناونز تاتي اللي هي ضمائر الملكيه، ودي بتاتي في نهايه الجمله، ويا حبيبي ما بيجيش بعديها اسم. تمام. طيب يلا بينا كده على البوسيسيف ادجكتيفز. صفات الملكيه زي ما قلت لك كده بياتي بعدها الاسم المملوك، الاسم اللي انا همتلكه. طيب وعندي من الاي بتبقى ماي، ومن اليو بتبقى يور، ومن الوي بتبقى اور. طب من الزي بتبقى their. طيب من الهي مستر بتبقى his. طيب من الشي بتبقى her. طيب من الات بتبقى يا مستر اتس. لازم لازم يا مستر ياتي بعدها اسم. تمام كده يا بلاص. يبقى ضمائر يبقى صفات الملكية لازم يأتي بعدها اسم. فأقول this is my book. تمام. this is my book. ادي book هنا ده اسم، لازم جبت قبليه صفات مين؟ الملكية. طيب I didn't see her cat. I didn't see her cat. انا ما شفتش القطة بتاعتها. ادي هنا her اهي، جبت بعدها الاسم اللي هي كلمة cat. تمام. طيب عندي بعد كده البوسيسيف بروناونز ضمائر الملكية، ودي قلت لك بتأتي في نهاية الجملة ولا يتبعها اسم. يبقى تأتي في نهاية الجملة وما بيجيش بعدها اسم يا مستر، أو تأتي كفاعل ويأتي بعدها فعل. دي بقى تركاية ثانوية عامة. يبقى تأتي في نهاية الجملة وما يجيش بعدها اسم، أو يا مستر تأتي كفاعل ويأتي بعدها فعل. ومن هنا بنقول الامتحان بيأتي في من اللغة، مش من الدروس ومن الحفظ اللي احنا بنعمله. لا يا مستر، الامتحان في في ثالثه ثانوي بيعتمد على اللغه. فهي دي بقى معنى اللغه، افهم معايا وركز جدا. طيب انا عندي هنا ضمائر. هنا اي نعم هو بيكون في جزء حفظ، ولكن برضو بنعتمد على جزء الفهم بشكل كبير جدا، وهتشوف ده لما نشرح التركات. طيب انا عندي هنا ضمائر الملكيه كلهم بيكون فيهم اسم، ما عدا الضمير الاول اللي هو بيكون من اي. فمن اي بتبقى ماين. تمام. ومن اليو بتبقى yours. طيب من الوي بتبقى ours. طيب من الزي بتبقى theirs. طيب من الهي بتبقى his. طيب من الشي بتبقى hers. طيب من الات بتبقى its. تمام. يبقى يا مستر اغلبهم بيكون في كلهم بيكون فيهم اسم، ما عدا الضمير الاول اللي هو mine اللي جاي من اي. وقلت ضمائر الملكيه يا مستر، ضمائر الملكيه مالها يا مستر؟ تاتي تاتي في نهايه الجمله ولا ياتي بعدها اسم، او تاتي كفاعل وياتي بعدها مين؟ فعل. مثال this book is mine. هنا جت في في نهاية الجملة، هذا الكتاب يخصني أو ملكي. تمام. و these toys هذه الألعاب are hers، وهذه الألعاب تخصها أو ملكها. تمام. طيب تعال بقى كده للتركات بتاعتنا. طيب لاحظ الفرق ما بين كلمة اتس تمام المتصلة واتس اللي فيها apostrophe. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ انا عندي يا مستر كلمة اتس اللي هي المتصلة دي بتكون يا اما صفة ملكية، يا اما يا مستر بتكون ضمير ملكية. يبقى كلمة اتس المتصلة يا مستر يا اما تكون صفة ملكية، يا اما تكون يا مستر ضمير ملكية. مثال عشان نوضح الكلام، اقول the dog shakes its tail. هنا شايف its جبت بعديها مين؟ النون. يبقى دي كده صفة مين؟ ملكية. the dog الكلب shakes has تمام كده its tail زيه.
طيب تعال كده نشوف ايه كضمير ملكيه. ضمير ملكيه يا مستر ياتي بعدها اسم؟ لا، لا ياتي بعدها اسم، او تاتي كفاعل تمام وياتي بعدها فعل تمام. ضمير الملكيه هنا بس كده المثال ده: this is a not our dogs. this is not our dogs food. الايه ده مش الطعام بتاع الكلب ايه بتاعنا. the dog الكلب بتاعنا ate its. الكلب بتاعنا ايه اكل ايه طعامه. اهي its دي بقى راجعه على الطعام تمام. طيب فهنا ايه جت في نهاية الجملة ولم يأتي بعدها ايه شيء. طيب عندي يا مستر اتس اللي فيها apostrophe دي اختصار لحاجتين: يا اما it is يا اما it has يا مستر. ولكن قبل ما اقولها تعال نشوف الجملة دي على ايه، على صفات الملكية برضو من ايه خاصة بكلمة اتس. فاقول Egypt honors its good children. هنا يا مستر اتس دي صفة ملكية ولا ضمير ملكية؟ هسيب لك انت دي تقولها لي في الكومنتات ما تنساش. طيب نرجع هنا بقى ايه يا مستر لاتس تمام. اتس هنا اللي فيها apostrophe قلت اختصار للحاجتين: يا اما it is او it has. امتى يا مستر اعرف ان هي it is وامتى اعرف ان هي it has؟ اعرف ان هي it is لو بعديها اسم يا مستر او بعديها ing. فمثال it is raining. it is raining ادي هنا جه بعديها فعل ايه مضاف له ing. طب عايز اجيب بعديها اسم اقول it is an ant مثلا، هي تكون نملة، او it is a dog تمام. طيب مستر it has اللي هي its دي it has اعرفها ازاي؟ هيكون بعديها الباست participle التصريف التالت. تعال كده ناخد مثال. اقول مثلا she has watched TV. she has watched TV with her friends. هي شاهدت مين؟ التلفاز مع أصدقائها. فهنا الإيه شايف هنا has watched جبت بعدها مين؟ التصريف مين؟ التالت أهو. فلو كتبت كده حشت دي وحطيت هنا كده بعد الشيء apostrophe s كده يبقى كده يا مستر أعرف إن دي. لو حطيت هنا كده apostrophe s يبقى يا مستر أعرف إن الإيه الapostrophe s دي اختصار لهاز وليس is. ليه يا مستر؟ بعدها مين؟ التصريف التالت أهو watch. تمام. طب لو قلت زي ما ايه قلنا كده it is raining تمام. جيت هنا ايه حذفت الاس دي كده وخليتها ايه apostrophe اس كده يا مستر. اعرف ان الاس اللي هنا دي يا مستر دي ايه الابوستروفي اس اللي هنا دي يا مستر اعرف انها از وليس هاز تمام. يبقى امتى اعرف ان هي از وامتى اعرف ان هي هاز؟ is بعدها اسم او اي ان جي. has بعديها الباست participle. طيب امتى اعرف انها صفه او ضمير؟ صفه ملكيه بعدها اسم. ضمير ملكيه تلاقيها مرميه في اخر الجمله او ايه او كفاعل واتى بعدها فعل. طيب مستر عندي بعد كده الريفلكس ايه الريفلكتيف بروناونز الضمائر الانعكاسيه. وحبيب الضمائر الانعكاسيه دي بستخدمها بمعنى بمفرده او بدون مساعده من احد للتاكيد ان الفاعل عمل الشيء ده بنفسه. ممكن كمان تستخدم بدلا من الفاعل او تستخدم ايه للدلاله ان الفاعل والمفعول هم نفس الايه الشخص، الاثنين ايه نفس الشيء تمام. فالطالب يقول لي يا مستر والله يا مستر النهارده انا عملت الواجب بنفسي. والله تكرم علينا وعمل الواجب بنفسه تمام. فهو عمل الواجب بنفسه فيقول لي يا مستر I did my homework إيه myself. فيقول كده I did او I خلينا مثلا I done have done the homework by myself. والله يا مستر انا عملت الواجب بنفسي. تكرم علينا وعمل الواجب بنفسه فقال I have done the homework by myself تمام. فهنا كلمة myself بتأكد ايه ان عمل ايه ان الشخص عمل الشيء بمفرده او بدون مساعدة من احد تمام. طيب وعندي هنا الضمائر الانعكاسية من الاي بتبقى myself تمام. وهنا اليو دي هنسيبها شوية. وعندي من الهي بتبقى himself. طيب من الهير من الشي بتبقى herself. طيب من الات بتبقى itself. طيب
دي كده بالنسبة للمفرد. يبقى عندي ضمائر الانعكاسية بتنقسم لجزء مفرد زي myself himself herself itself. وكمان عندي yourself. تمام، دي كده تنقسم ايه للجزئية المفرد. ولكن yourself دي هتاخد معانا ايه منحنى تاني، لانها تنفع مفرد وكمان تنفع جمع. ليه؟ لان ممكن اقول yourself بنفسك، او ممكن اقول yourselves بانفسكم، لان هنا الضمير يو كضمير فاعل ينفع بمعنى انت وينفع بمعنى انتم. تمام، ينفع كمفرد وينفع كجمع. ليه؟ الادرسي ضمير يو، ضمير ادرسي ضمير مخاطب. تمام، ينفع للمفرد وينفع للجمع. طيب، هنا عندي بقى الضمائر الانعكاسية الجمع زي ourselves و yourselves بأنفسكم. yourself بنفسك، تمام، yourselves بأنفسكم. وعلى فكرة سؤال ثانوية عامة وهنشوفه مع بعض دلوقتي. themselves بأنفسهم. تمام، بعض الأمثلة كده: I did it myself، أنا فعلت الشيء ده إيه بنفسي. و he hurt himself، وهو آذى نفسه. طيب، هنا جايب لك بقى جدول لامم كل الايه الضمائر ومقسمها لك subject pronoun زي ضمائر فاعل ومفعول وصفات ملكيه وضمائر ايه ملكيه. تمام، مقسمها لك ايه عشان يجمع لك الدنيا كده على بعض. تعال بقى ناخد التريكات الايه بتاعه اسئله امتحانات الثانويه العامه مع بعض اللي جت في الايه السنوات السابقه. المثال الاول بيقول this is book. تمام، وهنا عايز يستخدم adjective. تمام، صفه ملكيه. وفي الجملة التانية بيقول this book is، وعايز هنا يستخدم ضمير ملكية. يبقى في الجملة الأولى يا مستر هقول this is، هقول mine book ولا my book؟ لا يا مستر، ده هنا جاي بعدها مين؟ اسم. يبقى هقول ايه؟ this is my book. يبقى هنا يا مستر هقول ايه؟ my، لأن هنا محتاج مين؟ صفة ملكية. excellent. طب في الجملة التانية this book، هنا دي جاية بقى ايه في الآخر؟ this ايه؟ this book is mine. الكتاب ده ايه؟ mine يا مستر، يخصني. طيب، بص كده الجملة دي ثانوية عامة. children have you done the homework؟ يا أطفال أنتوا عملتوا الواجب. عايز أقول إيه؟ هقول بنفسك ولا بأنفسكم؟ الأطفال هنا جمع، فأقول إيه؟ yourselves. خلي بالك لما أقول children نحط كده كوما، يبقى أنا إيه الكوما دي كأني بنادي على شخص. لو قلت علي، تمام، علي have you done the homework، كنت قلت إيه؟ كذا. تمام. طيب، أما هنا قلت children have you done the homework، فهنا هقول yourself ولا yourselves؟ لا يا مستر، هقول إيه؟ yourselves. تمام، لان هنا يا مستر هو عايز مين؟ ضمير ايه؟ بس عايزه هنا ايه جمع، عايز ضمير انعكاسي ولكن عايزه جمع، لان هنا ذكر لي كلمة children فاقول yourselves. طيب، بص كده المثال ده: the dogs we're looking at in the lake. عايز هنا يكمل بضمير ايه انعكاسي reflexive pronouns ضمير مناسب. هنا the dogs الكلاب. بص، الجمع دايما ينفع استخدم معاه لو قلت مثلا children الاطفال ينفع استخدم معاها they. تمام، ولو قلت كمان dogs او cat، خلي بالك ان dogs جمع وكمان cats جمع، فالجمع سواء كان عاقل او غير عاقل بستخدم معاه زي. طيب، هنا بقى عايز الانعكاسي من دوجز. دوجز هنا جمع غير عاقل يا مستر، انت لسه قايل لي حالا الجمع العاقل او الغير العاقل بستخدم معاه دي. فاقول هنا عايز اقول ان الكلاب راوا او شاهدوا، تمام، او نظروا الى انعكاسهم في البحيره. وده سؤال ثانويه عامه، مش متذكر 21 ولا 23، ولكن جه في ايه في اسئله الثانويه العامه. فاقول يبقى the dog were، تمام، looking at themselves. تمام كده in the lake. طيب، your car is blue. السيارة بتاعتك the car. السيارة دي مش ايه لا تخصك. تمام، مش بتنتمي ليك، مش ملكك. فاقول ايه your car is blue. ايه العربية اللي هناك بتقولها دي لا تخصك، فاقول ايه it is not yours. هنا عايز ايه car it is not yours. تمام، هنا استخدم كلمة ايه yours. طيب، عندي بعد كده بعض الأمثلة الأخرى، بس هنمسح دول بس. طيب، ننزل هنا كده نشوف المثال ده. بيقول I went to the cinema. بص، كلمة في عندي للضمير الانعكاسي أكتر من صيغة. أنا قلت لك الضمير الانعكاسي ده
يعني بمفرده، فاقول ممكن اقول I went to the cinema alone بمفردي، او ممكن كمان اقول on my own بنفسي. تمام. ممكن برضه اقول by myself، معذرة هنا دي متصلة. تمام. ممكن اقول by myself بنفسي، ممكن كمان اقول without any help بدون اي مساعدة. فانا عندي كلمة ما ايه الضمائر الانعكاسية بتساوي كلمة alone، on my own. تمام. او ممكن اقول by myself عادي، او ممكن اقول without any help. طيب بص كده، عايزين نكتشف الأخطاء هنا ونصلحها. أول حاجة، علي's car is blue. سيارة علي تكون إيه؟ زرقاء. تمام. ودي is red، والسيارة دي حمراء. فأقول إيه؟ mine is red. سيارة علي زرقاء، ولكن السيارة الخاصة بي أنا إيه؟ لونها أحمر. طيب يبقى أنا أقول إيه؟ هقول mine. Mine is red. طيب بص المثال التاني، the car isn't. هقول ايه؟ my. لا يا مستر، دي في النهاية، يبقى اقول برضو isn't ايه؟ isn't mine. السيارة دي ايه؟ مش سيارتي، او العربية دي ايه؟ مش عربيتي. طيب الجزء التاني بقى من الجملة، عايز اقول دي تخصها او تنتمي اليها، اقول it's ايه؟ hers. برضو عايزين ايه؟ hers. تمام. ضمير ملكية في الاثنين. طيب بص المثال ده، وده مهم جدا جدا جدا. وفي فكرة بعد واسم، لما اجيب واسم وكلمة اوف، اجيب بعديها دائما دائما يا مستر ضمير انعكاسي. يبقى واسم اوف ضمير انعكاسي. بص لو الاسم ده تمام كده كان مفرد، دائما هيجي قبليه طيب لو الاسم ده جمع، يبقى على طول هاخد مين؟ اوف بدون اي حاجة، ولازم يكون في verb to be. تمام. طيب يبقى هنا she is، او خلينا ايه هنا، مستر علي is a friend of. بعد a friend of، تمام، انا فهمتك، يبقى يكون ايه؟ ضمير ملكية وليس صفة ايه؟ ملكية. ودي من الاسئلة الخطيرة جدا، حتى جايب لك عليها كمان ايه؟ سؤال. فقول a friend of ايه؟ of mine، ده صديق ليا. طيب عايزك تقول انت بقى السؤال التاني بنفسك، she is a friend of our ولا ours؟ سامعك انا اصلا بتقول اور سيلفيس، رحت في حته تانية خالص. لا، هي فريند اوف ايه؟ اوف اورز يا مستر، صديقه لنا. طيب من الاخطاء برضو الشائعه اللي بيقع فيها الطلاب هنا، علي اند مي. لا حبيبي، هي مش علي اند مي، علي اند مي بوث لايك فيش. علي وانا، هنا مي بقت مفعول. لا، هو هنا في الجمله عايز يقول لك علي تمام وانا برضو احنا الاثنين بنحب السمك، فعلي فاعل وانا برضو فاعل. تمام كده. فالاثنين هنا ايه؟ هستخدم I وليس me. فاقول علي and me. تمام. علي وانا. تمام. both الاثنين، احنا الاثنين like fish بنحب الايه؟ السمك. دي من الاخطاء. تمام كده. ومن التركات المهمة جدا جدا اللي بتأتي في امتحانات الثانوية العامة. طيب عندنا بعد كده جزئية ايه يا مستر؟ الفيرب، الفعل. طيب وهنا عندي الفعل ليه ايه؟ انواع كتير. زي ما قلت احنا هنركز على ثلاثة بس. اول حاجة عندي الاكشن فيرب، الفعل ايه؟ فعل الحركة. تمام. ودي الافعال اللي بتدل على حدوث مين؟ فعل او حركة اللي بيقوم بها مين؟ الفاعل. زي مثلا كلمة run. تمام. او حركة eat. تمام. او كمان ايه؟ write. تمام. طيب مثال هنا she runs every morning، هي بتجري ايه؟ كل صباح. تمام. مستر عندي بعد كده الستيتيف فيربس. الستيتيف فيربس تمام، اللي هي الافعال الايه؟ الذهنيه او الافعال الشعوريه. ودي بتستخدم بدلا من الفعل الجسدي او الايه؟ او الحركي. تمام. افعال بتدل على الحاله الذهنيه او الشعوريه الخاصه بالايه؟ بالشخص، مش بتدل على الحاله الجسديه او الحركيه. ودي زي verb to be، زي كمان الفعل know، زي الفعل be، وزي الفعل know، وكمان زي الفعل believe. طيب هنا I know the answer. I know the answer يعني أنا عارف الإيه؟ الإجابة. هنا الإجابة in إيه؟ in my mind. تمام. في دماغي. طيب فهنا دي بتعبر عن الحالة الذهنية أو الإيه؟ الشعورية. مش هقول أعمل أو ما أعمل حركة عشان أدي الإجابة، لا، بعمل بعملية مين؟ thinking. تمام. عندي بعد كده ال helping verbs. تمام. وطبعا هنا انا مش متعمق جدا في الافعال او الحاجه دي، لان انا زي ما قلت لك يا بطل، هنفرم التنسز والازمنه، هنفرم الازمنه والافعال الغير المنتظمه في المحاضره الجايه. خليك منتبه معايا وما تملش. طيب عندي هنا الهيلبنج فيربس، الافعال الايه؟ المساعده او الاوكسيلري فيرب. ودي اللي بتشكل الازمنه في اللغه الانجليزيه عندنا، اللي بتشكل ال 12 زمن. تمام.
او اللي بتكون الصيغ المختلفه للفعل الايه الرئيسي. يعني لما في صيغ بتلاقيها ام از ار والاي ان جي، في صيغه تانيه بتلاقيها هاف هاز هاد والتصريف الثالث. تمام. هي دي الهيلبنج فيربس او الاوكسيلاري فيرب، هي اللي بتشكل معانا الايه ايه الفعل الرئيسي، او بتشكل الازمنه في اللغه الانجليزيه، وهنتكلم عنها باستفاضه ان شاء الله في المحاضره الجايه. stay tuned. طيب، عندي هنا زي الافعال دي من ضمنها الفيرب تو دو، وده بيكون دو او داز او ديد. فيرب تو هاف وده بيكون هاف وهاز وهاد. وكمان فيرب تو بي اللي هو ام از ار واز وير. تمام. هنا بص كده مثال عشان اوضح لك اكتر. she has finished. تمام. her homework، هي انهت الواجب بتاعها. شايف هنا دي مكتوبه بصيغه has والتصريف الثالث. اما الجمله الثانيه I am watching. تمام كده I am watching TV at the moment. انا بشاهد التلفاز في هذه اللحظه. تمام. فهنا دي اتكتبت بصيغه ودي اتكتبت بصيغه ايه تانية. تمام. فدي اللي بتشكل، يبقى الهيلبنج فيربس دي اللي بتشكل الازمنه او اللي بتشكل الصيغ المختلفه للفعل مين الاساسي. طيب مستر، بعد كده عندي الادجكتيفز والادجكتيف. تمام. وكمان عندي الادفيرب. تمام. ايه الفرق ما بين الادجكتيف الصفه والادفيرب الايه الحال او الظرف؟ الادجكتيف يا مستر ودي اللي هي الصفه، والصفه دي بتستخدم لوصف مين الاسماء. قد يكون الاسم ده اسم شخص، اتكلمنا طبعا عن الناونز في المحاضره دي. قد يكون اسم شخص او مكان او كمان يكون اسم شيء. تمام. طيب يبقى هنا الصفة بتستخدم لوصف مين الأسماء وتأتي قبلها. تمام. يبقى توصف الأسماء وتجي إيه قبليها. تمام. أو تأتي قبل مين الاسم، أو غالبا تأتي قبل الإيه الاسم، أو بعد الأفعال الرابطة اللي هي اللينكينج فيربس. زي إيه اللينكينج فيربس دي يا مستر؟ زي فيرب تو بي والفعل سيم وكمان الفعل إيه بيكون. تمام. والفعل تيست، كل دي اسمها لينكينج فيربس، فتأتي قبلهم مين الصفة. طيب مثال بيقول she is beautiful. تمام. هي تكون جميلة. فهنا عندك verb to be ده linking verb. تمام. فجاء بعديه مين كلمة beautiful. تمام. الصفة. طيب عندي they دي معذرة they في هنا حرف التي. تمام. they have a big house. شايف هنا كلمة a big house؟ خلي بالك الصفة في اللغة الإنجليزية عكس اللغة العربية. تمام. ففي اللغة العربية مثلا بقول ولد جميل، فجبت ولد بعد كده جميل. طيب لو عايز أقولها في اللغة الإنجليزية أقول a beautiful boy. تمام. أو a nice boy. تمام. طيب هنا they have a big house، هم عندهم منزل كبير. تمام. قلت منزل في اللغة العربية بقول منزل كبير. طب في اللغة الإنجليزية هقول a big house. ولازم هنا الاي والان دي بتاع مين الاسم مين المفرد. تمام. هناخدها دلوقتي إن شاء الله. طيب عندي هنا this cake tastes delicious. تمام. الكيكة دي طعمها لذيذ. هنا التيست من الأفعال اللينكينج فيربس. تمام. فجاء بعديه ايه الصفة. طيب مثال هنا عشان ما تتوهش مني. he is a careful ولا careful driver؟ هنا جه بعدها اسم. تمام كده. فعايزين صفة توصفه، فاقول ايه he is a careful driver. طيب عندي بعد كده الادفيرب الايه الظرف او الحال، وده بيستخدم لوصف الافعال. يبقى ايه الادفيرب في العموم بيوصف مين الافعال، ولكن يا مستر ما يمنعش برضو ان في بعض الاحيان ممكن يوصف الصفات، او كمان الادفيرب ممكن يوصف ادفيرب زيه. تمام. ولكن احنا هناخد ايه جزئيه الافعال، مش هنتك فيها قوي. كل ده يتشرح معانا بالتفصيل في المنهج. انا بس عايز اديك الاساسيات اللي انت بتتلخبط فيها. تمام كده في الامتحانات في الثانويه العامه. تمام. او في الصف الاول والثاني والثالث. انا لما بقول ثانويه عامه لا اعني الصف الثالث فقط، لا اعني الصف الاول والثاني والثالث. تمام. ولكن بنركز اكتر على الصف الثالث الثانوي. فالحاجات دي مهمه للصف الاول الثانوي والثاني الثانوي والثالث الثانوي. فما تقولش عشان دي الثالثه فانا هطلع من الايه من المحاضره واسيبها. لا ده انت ركز يا بطل، عشان الحاجات دي هتفيدك بعدين. اتاسس من دلوقتي ايه تاسيسك من دلوقتي هينفعك بعدين. طيب غالبا بقى الظروف او الاحوال دي يا مستر بتنتهي باضافه ال واي، زي كلمه quickly زي كلمه happily وكمان يا مستر كلمه carefully. تمام. فاقول ايه انا قلت ركز تاني الايه الادجكتيف يا مستر بتوصف مين الاسماء او بتاتي بعد اللينكينج فيربس. تمام. طيب اما يا مستر الايه الادفيرب يا مستر ده بيوصف الافعال. يبقى الحاجه الاكثر انتشارا ليه ان هو بيوصف مين الافعال يا مستر. تمام. وبينتهي ب ly. فهنا she runs quickly.
هي جرت ايه؟ هي جرت بطريقه سريعه. تمام. فهنا كلمه quickly ظرف ايه؟ وصفت كلمه quickly يا مستر، هنا وصفت الفعل runs. تمام. فقلت ايه؟ she quickly ايه؟ she runs quickly، هي تجري بطريقه ايه؟ سريعه. طيب he drives carefully، هو بيقود تمام بطريقه ايه؟ حذره او ايه؟ او بحذر. تمام. هنا كلمة carefully وصفت مين؟ القيادة، ولم توصف مين؟ الشخص. وهي speaks quietly، وبيتحدث بطريقة هادئة. فهنا كلمة quietly وصفت مين؟ الفعل speaks. طيب مثال هنا she sings، أقول beautiful ولا beautifully؟ لا يا مستر، ده هنا إيه؟ verb، يبقى أنا كده عايز adverb، فيبقى يا مستر أستخدم كلمة مين؟ beautifully. تمام. she sings beautiful، هي بتغني بطريقة جميلة. طيب عندي الادفيرب دي ليها انواع، زي مثلا الادفيربلز of place، ظروف المكان. I ate at the table ايه؟ at the kitchen ايه؟ table. انا ايه؟ انا اكلت على ايه؟ طاولة المطبخ. فهنا دي وصفت المكان، المكان اللي انا اكلت فيه. طيب ممكن تكون adverbials of time، ممكن تكون ايه؟ ظروف للوقت. تمام. I eat every morning every evening، انا باكل كل صباح او كل مساء. فهنا ايه؟ وصفت الوقت. تمام. ممكن تكون adverbials of manner، ممكن تكون ايه؟ ظروف للطريقه، بتوصف الطريقه اللي انا بعملها. تمام. I eat in a messy way. I eat in a messy way يعني انا اكلت بطريقه فوضويه. تمام. هنا وصفت الطريقه تمام اللي انا ايه؟ اكل بيها. و adverbials of reason، ظروف ايه؟ السبب. تمام. زي I eat because I'm hungry، أنا أكلت لأني إيه؟ جعان. فهنا because بت إيه؟ adverbials of إيه؟ of reason. تمام. ظرف الإيه؟ للسبب، ظرف أو حال السبب. طيب adverbials of frequency، طيب هنا ظروف للتكرار. I eat 3 times a day، أنا باكل إيه؟ 3 مرات إيه؟ في اليوم. طيب تركاتك بقى. تمام. هنا عندي التركات، عندي كلمة هارد هنا يا مستر تنفع صفة وكمان تنفع. تركاتك بقى، عندي يا مستر كلمة هارد، عندي كلمة ايه؟ هارد، ودي تنفع صفة وكمان يا مستر تنفع ايه؟ ظرف، على حسب الجملة اللي ايه؟ اللي موجودة فيها. وكمان مش كلمة هارد بس، وكمان معانا كلمة ليت، وكمان معانا كلمة فاست. كل ده بينفع ظرف او صفة على حسب الجملة اللي موجودة اللي موجود فيه. فمثال هنا نوضح بيه الجملة: she works hard، هي عملت ايه؟ ايه؟ بجد. فهنا كلمة hard دي ايه؟ adverb، لانها وصفت مين؟ work، وصفت العمل انه بجد. طيب she is a hard worker، هي عاملة ايه؟ مجتهدة او عاملة مجدة. فهنا كلمة hard دي وصفت الناون اللي هي worker. تمام. فبقت الاولى adverb والثانية بقت يا مستر adjective. تمام. طيب بص كده لبعض ايه الصفات دي. مستر دي اخرها ال واي، وانت قلت اخره ال واي يبقى ظرف. لا حبيبي، دي الصفات دي غير منتظمه، الصفات دي بتنتهي بال واي. يبقى كل اللي انا هقوله دلوقتي adjectives. تمام. adjectives اللي هي ايه؟ صفات، زي كلمه lonely، كلمه lovely، كلمه fatherly، كلمه motherly. كلمه lonely وحيد، كلمه lovely طريقه محبة أو بطريقة ودودة. تمام كده. كلمة fatherly بطريقة أبوية، كلمة motherly طريقة أموية. تمام. كل الكلمات دي إيه؟ صفة. وكمان عندي كلمة friendly تمام طريقة ودودة. كل دي adjectives تنتهي بإيه؟ بال y. ف he treats us in a كل بقى الصفات دي المنتهية بال y لما أحب أحولها يا مستر لظرف، أحولها إزاي؟ نرجع كده للادفيربلز. كان عندي ايه؟ adverbals of manner، كنا بنحطها ما بين in a والصفة وواي. يبقى اي صفة هتنتهي بواي او ال واي هنحطها ما بين in a or an. تمام. الصفة وكلمة way. تمام. فهنا he treats us in a friendly way، هو بيعاملنا بطريقة ودودة. طيب مستر، اما كلمة hard اللي دي معناها ايه؟ معناها بالكاد يا حبيبي، معناها بالعافيه. انا عملت الواجب بتاعي بالعافيه، فاقول لك I have done my homework hardly، انا عملت الواجب بتاعي بالكاد بالعافيه ان انا عملته. طيب كلمه lately مؤخرا، فاقول لك ايه؟ علي، اقول لك علي has done the homework lately، علي ايه؟ عمل ايه؟ الواجب بتاعه مؤخرا. تمام كده. طيب عندي يا مستر فرق تاني، الا وهي كلمه everyday المتصله وكلمه everyday المنفصله. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ كلمه everyday المتصله حبيبي دي صفه،
والصفة يأتي بعدها اسم. فأقول this is my everyday bag، دي حقيبتي اليومية. تمام. ما عندي يا مستر كلمة everyday المنفصلة، دي معناها كل يوم، وغالبا تأتي مع الأسماء وبتأتي في نهاية الجملة. تمام. أو اللي إيه يأتي بعدها إيه إصدار إيه التكملة عادي. تمام. مش لازم في نهاية الجملة، ممكن يأتي بعدها تكملة برضه. فأقول I go to school every day، أنا بروح المدرسة كل يوم. تمام. وينفع برضه أكمل in the morning. تمام. في الصباح. طيب فكلمة everyday المنفصلة دي adverb، أما كلمة everyday المتصلة دي adjective، والadjective يا مستر لازم بعديه noun. مهمة جدا جدا. طيب تعال بقى ناخد بعض الأمثلة، مش هنزل لك الشاشة أكتر من كده عشان إيه، عايزك أنت توقف الفيديو. تمام كده، توقف الفيديو وتعمل إيه وتحل الأمثلة دي بنفسك. هنا there is a will that my grandfather left me in his will in which the water runs so well. عايزين نعرف كلمة will الأولى وكلمة will التانية وكلمة will التالتة. will الأولى وويل التانية وويل التالتة، ايه الفرق ما بين التلاتة؟ طيب اعمل كده توقيف وارجع تاني. طيب يلا حبيبي نرجع. there is a will. there is a will معناها يوجد هناك بئر. تمام. ودي اسم. تمام. هنا a will يا مستر دي قبلها a، يبقى دي اسم يا مستر. there is a will يوجد هناك مين؟ بئر. that my grandfather اللي جدي left me تركه لي يعني in his will. تمام. in his will. تمام. في his will دي برضو يا مستر ايه؟ his دي صفة ملكية، يبقى يأتي بعدها مين؟ noun. يبقى will دي يا مستر اللي هي will. تمام. دي هنا نون. مستر مش ويل دي فعل ناقص بمعنى سوف، ولكن هنا جاء قبليها ايه؟ صفات ملكيه، فهنا بقت اسم بمعنى وصيه. in his will معناها في وصيته. in which التي فيها the water الميه. تمام. runs بتجري so will. شايف هنا runs، هنا وصف مين؟ وصف الواتر ولا وصف ايه كلمة runs؟ لا يا مستر، ده وصف مين؟ runs اللي هي طريقة runs هنا بمعنى يجري، فهنا ده جاء ايه بمعنى adverb ظرف بمعنى بشكل جيد، اللي المية فيها بتجري ايه بشكل جيد. يلا كده ترجمها لك. there is a will يوجد ايه بئر. تمام كده. that my grandfather اللي جدي ايه left me تركولي in his will. تمام. في الوصية بتاعته in which اللي ايه الذي ايه التي فيها the water الميه runs so well الميه فيها بتجري بشكل ايه جيد. الميه فيه بتجري ايه بشكل جيد. طيب هنا برضو المثال الثاني if you have a strong will you will win. if you have a strong will you will win. طيب كلمة will دي للأمانة دي مذكورة في كلمات ثالثة ثانوي على ما أعتقد الوحدة الثامنة. تمام. ف if you have a strong will. تمام. هنا بمعنى إيه؟ 1 2 3. عرفت الإجابة؟ يا بطل الإجابة هنا لو أنت عندك إرادة. هنا بص a strong will هنا دي صفة، وبعد الصفة يا مستر ما يأتيش غير الاسم، فكلمة will دي بمعنى اسم وبمعنى الإرادة، يبقى اسم بمعنى إيه الإرادة، noun بمعنى الإرادة. if you have a strong will لو أنت عندك إرادة قوية من حديد كده، اللي لازم تكون معاك إن شاء الله في ثالثة ثانوي طول الرحلة you will win. أنت هتفوز إن شاء الله في النهاية. طيب عندي بعد كده البريبوزيشنز حروف الجر. طيب يا مستر يعني ايه البريبوزيشنز؟ البريبوزيشن حرف الجر ده الكلمة أو العبارة اللي بتستخدم لإظهار العلاقة بين الأسماء between nouns. والعلاقة دي ممكن تكون عن الدايركشن. تمام. ايه الاتجاه او اللوكيشن الموقع او التايم الوقت او كمان المكان. طيب امثله على البروبوزيشن زي حرف الجر above او near او كمان ايه before. طيب عندي يا مستر كمان حروف الجر دي بتقسم لانواع كتيره، منها البروبوزيشن of place حروف جر الوقت، وكمان preposition of time، وكمان preposition of movement جروب حروف جر الايه المكان والوقت، وعندي الموفمنت الايه الحركه.
طيب عندي المكان زي in on at تمام، وباي وبيسايد وبيلو واباف وبتوين ونير. طب مش هنتعمق فيهم جامد الا لما ناخدهم في المنهج بتاعنا ان شاء الله. وعندي الايه البريبوزيشن اوف تايم زي since و until و during و before و after و throughout و for و to و within، ودول هناخدهم بالتفصيل الممل في المنهج ان شاء الله. طيب عندي preposition of movement زي along و across و onto و to و for و from تمام، و into و through تمام، و over و انا قلت مش هنتعرض لهم كتير عشان كده ايه مرينا عليهم سريعا. طيب عندي بعد كده يا مستر الارتكلز الادوات، وقلت عندي الديفينيت والانديفينيت مين ارتكلز. طيب عندي الانديفينيت ايه انديفينيت ارتكلز ادوات مين النكره، ودي عندي اي وان. ايه الفرق يا مستر ما بين الاي والان؟ بص يا حبيبي، الاي والان الفرق بيناتهم بسيط جدا. الاي والان بياتوا الاثنين قدام الاسم المفرد تمام، ولكن الاي تأتي قدام الاسم المفرد الذي يبدأ بصوت ساكن كتابة ونطقا تمام، زي كلمة مستر ايه هي الأصوات الساكنة؟ جميع الأصوات في اللغة الإنجليزية ساكنة يا حبيبي ما عدا خمس ايه حروف، اللي هم الاي والاي والاي والاو واليو، والخمس حروف دول بيطلعوا 11 صوت في اللغة الإنجليزية تمام. لو مش عارفهم ارجع للمحاضرة الأولى وانت تعرف الايه الخمس حروف وكمان ال 11 صوت بتاعهم. طيب عندي اول حاجه هنا كلمه a cat تمام، cat يعني قطه تمام، فهنا كلمه cat بدات بصوت ساكن كتابه ونطقا فحطيت قدامها الاي. طيب عندي كلمه a pen قلم. طيب انا عايز بس اقول لك برضو ان الاي والان دي بتعني رقم واحد، يعني الحاجه دي معايا منها حاجه واحده، فلو قلت اكات فدي قطه واحده، لو قلت ابن فده قلم واحد، فاقدر اعده في الكاونتابل ناونز. لو نسيت ارجع الكاونتابل ناونز في بدايه مين الكاونتابل ناونز في بدايه المحاضره. طيب فهنا اكات قطه ايه واحده، ابن قلم مين واحد. طيب كل ده ايه صوت ساكن كتابه وايه ونطقا. طيب عندي برضو يا مستر كلمه اكار. يا مستر الكلمات السهلة دي استنى على رزقك، اصبر على رزقك يا حبيبي. طيب عندي بعد كده يا مستر ايه الآن بتأتي قدام الايه، عندي الآن يا مستر بتأتي قدام الكلمات التي تبدأ بصوت متحرك كتابة ونطقا. الله يرضى عنك، كتابة ونطقا، زي كلمة an ant نملة، نملة ايه واحدة. طيب وعندي an orange قالة واحدة تمام. وعندي كمان يا مستر an apple تفاحة واحدة. كل ده إيه؟ كل دي أصوات يا مستر هنا أهي، كل دي يا مستر كلمات بدأت بصوت متحرك كتابة وضعنا قبلها الآن. طيب بص كده يا مستر، الكلمة دي كلمة أم تمام كده، أمبريلا. وعندي الكلمة دي يا مستر يونت. وعندي الكلمة دي يا مستر يوني فورم تمام. وكمان عندي كلمة honest، honest man. وكمان يا مستر عندي كلمة عندي كلمة اور من الكلمات المهمة برضو. طيب يا مستر عندي كلمة umbrella. طيب يا مستر عندي كلمة umbrella، كمان عندي الكلمة دي كلمة unit وكلمة uniform وكمان honest man وكمان كلمة اور. مستر عايزين نعرف الكلمات دي امتى نحط قدامهم A ولا N. بص يا بابا، لو ال A حرف اليو من التركات المهمة جدا اللي بتجي ايه في ثالثة ثانوي، حرف اليو لو اتنطق يو زي اسمه احط قدامه A، احط قدامه ايه A. طب الكلمة دي الأولى دي اتنطقت يومبريلا ولا امبريلا؟ لا يا مستر دي اتنطقت امبريلا، يبقى ما اتنطقش يو، يبقى احط قدامه an umbrella. طيب الكلمة دي نطقت سمعك بتقول يونت فأقول a unit. طيب الكلمة دي سمعك يا مستر بتقول a uniform ولا uniform؟ لا بنقول a uniform، بقول a uniform يا مستر. طيب الكلمة دي يا مستر هقول honest man ولا honest man؟
فيا مستر هقول honest man. هل انت يا بني ادم يا كبير بدأت بالH ولا بدأت بالأو؟ فيا مستر بدأت بالأو، يبقى تقول لي an honest man لأن احنا بنتعامل مع الصوت وليس الحرف. طيب الكلمة دي بتنطقها hour ولا hour؟ لا بننطقها hour، يبقى تتعامل مع الصوت اللي انت بدأت به. الأو يبقى تقول an hour. تمام كده يا مستر؟ ودي التركاية اللي في A و N. يبقى A قدام الكلمة التي تبدأ بصوت ساكن كتابة ونطقا، الآن أمام الكلمة التي تبدأ بصوت إيه؟ متحرك كتابة ونطقا. لو حرف اليو يا مستر اتنطق يو أحط قدامه A، طب لو اتنطق غير ذلك أحط قدامه an. ركز برضو ان في بعض الكلمات زي كلمة honest man تمام بتبدأ بحروف سايلنت زي حرف ال H، وكلمة hour برضو بتبدأ بحرف سايلنت زي حرف ال H. احنا بنتعامل مع ال A وال N مع الأصوات وليس الحروف. تمام كده؟ طيب نيجي هنا كده للأمثلة عندنا. فهي is a teacher، هو يكون مدرس. كلمة teacher بدأت بصوت ساكن كتابة ونطقا فحطينا قدامها ال A. طيب This is an honest man، هذا يكون رجل ايه صادق، فقلت an honest man لان هنا مش بدأت بحرف ال H، لا انا بدأت بالايه بالاو. طيب children wear a uniform، هنا اليو طلعت يو فيا مستر حطيت قدامها A وليس ان لانها طلعت صوت يو. طيب يا مستر عندي بعد كده الزاء، والزاء دي بتستخدم لما المتحدث وكمان المستمع يبقى ايه يكون عارفين الشيء اللي بيتكلموا عنه. فاقول close the door، لا يبقى لما المتحدث والمستمع عارفين الشيء اللي بيتكلموا عنه فاستخدم ذا، فاقول close the door. تمام. طيب برضو بتستخدم ايه لما يكون في حاجة واحدة من الشيء، فاقول the internet، مفيش غير انترنت واحد، وذا sun ذا مون. تمام، في حاجه ايه واحده او شيء فريد من نوعه بستخدم معاه ذا. طيب برضو بتستخدم قبل ايه السوبرلاتيف ايه ادجكتيفز، ايه قبل السوبرلاتيف ادجكتيفز. تمام، قبل صفات مين التفضيل، فاقول ذا بيجست الاكبر وذا بيست الافضل. طيب مستر امتى اختار A وامتى اختار ذا؟ ايه الفرق ما بين A وذا؟ احنا خدنا الفرق ما بين A وان، المرة دي بقى هناخد الفرق ما بين A وذا. تمام. بص لو ذكرت الشيء لأول مرة هستخدم A أو an. طيب لو ذكرت الشيء للمرة التانية هستخدم ذا. تمام. مثال هنا let's have a hamburger، يلا نتناول ايه يلا ناكل همبرجر. فهنا ذكرته لاول مره فقلت a hamburger. طيب المره الثانيه the hamburgers، تمام الهامبرجر هنا سندوتشات الهامبرجر are very good here، دي جيده جدا، السندوتشات هنا ايه جيده جدا. فلما ذكرته للمره الثانيه استخدمت ذا. تمام، ما تقعش بقى يا بطل. طيب عندي بعد كده الجزء الثاني من محاضرتنا وهي ال types of sentence، انواع الجمل. ويا حبيبي عندي انواع الجمل، عندي affirmative sentence الجمله الخبريه، وكمان ال question sentence الجمله الاستفهاميه او ال interrogative sentence، وال imperative sentence والجمله الامريه. عندي هنا ال affirmative sentence تمام الجمله الايه المثبته، ودي بتتكون من ال subject وال verb فاعل ثم فعل. اي مثال مثلا I watched TV with. تمام كده I watched TV مثلا هنا yesterday عشان ما نطولش الايه الجمله. I watched TV yesterday، فدي جمله ايه ما ايه معلومه affirmative في الاكتف. تمام كده. طبعا الجمله الافيرماتيف اللي هي الجمله الخبريه بتنقسم لاكتف الجمله المثبته والجمله الباسيف. فهنا الجمله الايه الاكتف بتتكون من فاعل ثم فعل دائما، يعني احنا مش هنخوض في الموضوع ده لان ده ايه موضوع درسنا القادم ان شاء الله. فهنا I watched TV انا شاهدت ايه التلفاز امس. طيب انا لو عايز احول الجمله دي للباسيف، لو عايز اجيب صيغه الباسيف يا مستر صيغه الباسيف ثابته، بتجيب الاوبجكت وفيرب تو بي والتصريف الثالث. يبقى صيغه الباسيف اوبجكت لازم ابدا بالاوبجكت، بعد كده اجيب فيرب تو بي باشكاله يا مستر، بعد كده اجيب الباست بارتيسيبل التصريف الثالث. فانا لو عايز احول الجمله اللي قدامي دي يا مستر عايز احولها للباسيف هبدا بالاوبجكت، الاوبجكت هنا اللي هو تي في. تمام كده. واقول هنا الجمله دي في زمن الماضي فاقول ايه was. تمام، او خليت فيرب تو بي يرجع للواز لانها في الماضي، فقلت في واز بحط التصريف الثالث اللي هو واتشت
تمام كده لانه منتظم. فقلت في was watched. تمام. وينفع اقول ايه باي والفاعل، فاقول باي مي. تمام. او ما اذكرهاش خالص جدا. وده هنا ايه، دي كده كانت جمله ايه اكتف وجمله باسف. طيب ندخل على الجزء اللي بعده. هنا عندي التركات. مفيش جملة في اللغة الإنجليزية يا حبيبي بدون فعل. لا يوجد جملة في اللغة الإنجليزية بدون فعل. تمام. يعني في اللغة العربية مثلا أنا بقول علي ولد جيد. طيب لما أحب أقول الجملة دي في اللغة الإنجليزية مش هينفع أقولها كده، لازم يكون في فعل. طب لو ما لقيتش او ما حسيتش ان في فعل استخدم فيرب تو بي. لو ما لقيتش فعل في الجمله استخدم فيرب تو بي. لو ما لقيتش فعل ايه في الجمله استخدم ايه فيرب تو بي. يبقى لا توجد جمله في اللغه الانجليزيه بدون فعل. مهم جدا جدا. طيب. طيب هنا يا مستر علي ولد جيد، عايزين نترجمها فاقولها ازاي؟ علي. تمام. طيب مفيش ايه، مفيش فعل، يبقى استخدم verb to be is يكون. فاقول علي is، علي يكون. ولد جيد هنا ايه صفة وموصوف بقى، يبقى اقول ايه a good boy. a good boy ولد جيد. الصفة اهي جت في البداية، بعد كده جه الاسم. طب الايه دي يا مستر؟ بتاع الاسم المفرد اللي ايه اللي في النهاية. تمام. طيب عايزين بقى نكتشف الاخطاء اللي موجودة هنا. جانا my best friend. الجملة دي يا مستر ما فيهاش ايه، ما فيهاش فعل. فلازم اقول ايه جانا is my best friend. جانا ايه is my best friend. جانا is my best friend. جانا تكون ايه صديقتي المفضلة. تمام. طيب Egypt big country. الجملة دي فيها خطأين. اول خطأ ان مفيش فعل. تمام. فاقول Egypt is تكون هنا country. تمام. big country. Egypt big country. يبقى لازم اقول is. طيب هنا ينفع اقول big country كده لوحدها؟ لا، يبقى لازم اقول Egypt is a big country. Egypt ايه دولة ايه دولة كبيرة. تمام. اقول is a big country. دولة ايه كبيرة يا مستر؟ لان هنا ايه مفيش ولازم هنا في لان دي دولة ايه واحدة. طيب التالتة دي بقى يا مستر انا هسيبها لك انت تكتبها لي في الكومنتات، واللي هيجاوبها صح وعد مني هبعت لك على الكاش 10 جنيه بحالهم. طيب المثال هنا بيقول Egypt's تمام largest city in the north Alex. Egypt largest city in the north Alex. يلا يا بطل حاول تجاوبها. تمام. طبعا مش هجاوبها في الفيديو ده. طيب عندنا هنا بقى ايه التركات، وده هنا خاص شويه بايه بطلاب الازهر حبايبنا، لاحسن يفتكرونا ان احنا ناسينهم ولا حاجه. لا طبعا كورسنا برضو متضمن ايه جزء ايه طلاب الازهر. وطبعا الجزء ده هيخلي طلاب عام ايه اكتر ايه يعني هيخليهم ايه اكثر مرونه. تمام. لحل اسئله مين اللي هو correct the sentence او اختار الجمله الايه الصحيحه. بيجيب لك كده بعض الجمل الخاطئه يقول لك اختار الجمله الايه الصحيحه. تمام. برضو عندنا سؤال الترجمه في عام ولكن ايه بشكل ايه اخطر. طيب بص كده الجمله دي بيقول اذهب الى المدرسه كل ايه كل يوم في الصباح. عايزين نكتب ايه الجمله دي، عايزين نكونها بالانجليزي. هنكون الجمله دي ازاي بالانجليش؟ طبعا انا عارف ان انت ايه باصص لها هنا تحت. تمام. فاحنا هنغطيها كده وايه نعمل كده حاجب عليها وايه ونكتبها. أذهب إلى المدرسة كل يوم في الصباح. مين اللي بيذهب؟ اسأل نفسك. أنا. طبعا الفاعل قد يكون إيه مستتر عادي جدا في اللغة إيه العربية، ولكن في الإنجليزي لازم نكتبه. أقول I أنا أي أذهب. أذهب إيه مضارع، فأقول I go إلى يبقى to المدرسة school. I go to school. تمام كده school. تمام يا مستر. أنا أذهب إلى المدرسة كل. تمام كده كل إيه يا مستر؟ أنا أذهب إلى المدرسة كل إيه كل يوم. تمام كده في الصباح. كل يوم هنا بقى يا مستر اللي هي ايه قلت لك every day. تمام. اللي هي المنفصلة لان هنا جاية ايه يا مستر جاية كادفيرب. فاقول every day. every اهي منفصلة every day. تمام كده يا مستر. عايز بقى اقول في الصباح الباكر. بص يا حبيبي الباكر دي الصفة، يبقى اقول الباكر في الصباح عندنا كده ايه في الانجليش. فاقول in the early
in the early morning. In the early morning في الصباح مين؟ الباكر. تمام، فأقول I go to school every day in the early morning. طيب ده بالنسبة للجملة الأولى. عندنا بالنسبة للجملة الثانية: السلام وصديقة لكل دول العالم. مصر يا حبيبي اللي هي كلمة Egypt. Egypt وكلنا عارفينها. طيب بلد السلام. تمام، هنا مصر بلد السلام، فهنا بلد السلام دي اسم وبعد كده صفة، يبقى هقول يا مستر الصفة الأول بعد كده الاسم. طيب بلد ولا واحدة ولا مصر دي بلد واحدة ولا أكتر من بلد؟ بلد واحدة، فأقول تمام كده لأنها بلد واحدة. بلد السلام يبقى السلام بلد، فأقول بيس كانتري. بيس إيه؟ كانتري. أو ممكن أكتبها بطريقة المضاف والمضاف إليه، فأقول a country. A country of peace. تمام، يبقى يقول Egypt a peace country، يقول ايه a country of peace. تمام، خلي بالك انا هنا سايب خطأ متعمد مش هكتبه. تمام، هقول لك عليه في الاخر. طيب وصديقة لكل دول العالم and. تمام، اللي هي and صديقة. صديقة هنا واحدة ولا اكتر؟ لا واحدة، فاقول a friend. a friend تمام كده لكل دول العالم. لكل هنا to a to every. تمام كده country كل دول. تمام كده to every country. عايز بقول ايه في العالم، فاقول in the world. يبقى لك كده فوق شويه. in the world. تمام، كل دول العالم. في خطأ هنا بسيط، هسيب لك 3 ثواني عشان تكتشف. 1 2 3. عرفت يا بطل؟ الخطأ هنا معانا ما حطيناش فعل، لازم نحط ايه فعل. فاقول Egypt is a peace country او a country of peace مش هتفرق and a friend to every country in the world. تمام، ودي الترجمة ايه بتاعتها. عندي بعد كده يا مستر الانتجراتيف سنتنس او الكويستشن سنتنس، الجمله الايه الاستفهاميه. وعندي الجمله الاستفهاميه دي قد يكون عندي الجمله الاستفهاميه تبدا ب yes or no question، وممكن تبدا ب WH question. طيب عندي الجمله اللي بتبدا بايه، عندي هنا كده طرفين محادثه في الجمله دي تقريبا نفس المحادثه، ولكن ايه كل واحد بيسال عن حاجه. طيب هنا علي plays football every morning. لا طبعا دي دقيقة كده، دي تبع ال WH question. طيب الجزئية الأولى دي تبع ال WH question، وياس علي دي تبع ايه ال yes or no question. معذرة هنا حصل لخبطة بس ما بين الايه الاثنين. طيب ان شاء الله البي دي اف ينزل ايه مرتب. طيب عندي هنا علي plays football every morning، فهنا انا عايز اسال بايه باداه استفهام. فالادق اداه استفهام هنا تمام هقول ايه ايه what. تمام كده بعد كده اجيب ايه الفعل المساعد او الناقص. تمام اللي هو هنا plays، فاحط مين ايه does. تمام اقول ايه what does. بعد كده هجيب الفاعل اللي هو علي. تمام what does علي ايه play. واكمل بقيه الجمله خالص واحط ايه الكويستشن مارك ايه بتاعتي. والاجابه هنا علي بلايز ايه فوتبول every morning. تمام. طيب الجمله الثانيه بيقول لي ايه يا مستر؟ بيقول لي هنا yes علي بلايز فوتبول every morning، فهنا عايز يسال سؤال. فهنا يا مستر هيسال بايه؟ هيسال بكلمه does فقط، لان هنا ايه هيحذف كده yes. تمام
والاس دي تدل على كلمة does في المضارع، فهيحط ايه does. تمام كده، ويقول يا مستر does علي تمام play، ويكمل بقية الجملة ويحط الايه الكويستشن ايه مارك. تمام، وهنا نجاوب عليها ونقول يس علي بلايز فوتبول كذا. ده بالنسبة لايه للانتجراتيف او الكويستشن ايه سنتنس. بعد كده عندي الايه يا مستر الامبيراتيف سنتنس، الجملة الايه الامرية، ودي الجملة الوحيدة اللي لا يوجد بها مين فاعل، وبتبدأ بالفعل. قد يكون الفعل ده ايه مثبت، وقد يكون ايه منفي. ممكن اديك امر مثبت، ممكن اديك امر ايه منفي. تمام، فاقول لك eat your food، كل الاكل بتاعك. تمام كده، امك في البيت تقول لك كده ايه eat your food، كل الاكل. لما انت كده صغير كده وانت داخل ثالثه ثانوي كده ايه، فتقول لك eat your food، كل طعامك يا حبيبي واتغذى عشان انت ايه في ثالثه ثانوي. طيب لما تخش بقى وتخلص ثالثه ثانوي وتخش على اول ايه حياتك الجامعيه، فتقول لك don't eat your food، انت اكلت كتير، خلي باقي ايه للباقيين. تمام كده، فتقول لك don't eat your food، تمام، ما تاكلش الاكل، يلا روح محاضراتك. تمام، فهنا ايه بتقول لك ايه ما تاكلش الاكل. فهنا عندي الامر المثبت بيبدا بايه بالفعل في المصدر وبقيه الجمله. طب الامر المنفي بجيب دونت، تمام، بعد كده بجيب المصدر وبكمل باقي الايه الجمله. طب مستر هنا ليه مش بستخدم doesn't في الامر المنفي؟ حبيبي انا هنا انا لما بامر في الامر المنفي بامرك انت، وانت هنا ده يو، بستخدم معاه don't وليس doesn't. تمام، في نهاية محاضرتنا النهاردة هنختم بالجملة الجميلة دي، اللي هي a man is known by the company he keeps. المرء دائما يعرف بأقرانه أو بالناس اللي هو كده بالبلدي بتاعنا، المرء يعرف بالناس اللي ماشي معاهم أو بالناس اللي بيصاحبهم. دايما خلي الجملة دي تحت تحت نصب أعينك الاتنين. دايما خلي الجملة دي في اعتبارك، دايما خليها في عقلك وانت في رحله ثالثه ثانوي. اختار مين الناس اللي تعينك على على الرحله بتاعه ثالثه ثانوي، لا رحله ثالثه ثانوي. ما اختار اصدقائك صح بعنايه، ما تختارش الناس الخطأ. طيب ودي كانت نهايه المحاضره بتاعتنا. ان شاء الله المحاضره الجايه هنشرح الازمنه والافعال الغير منتظمه. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب حاجه اخيره، لو عايز